بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كاين نوع من النساء ولا بعض النساء نقولوا عليهم هذوك النساء اللي ما يشتوش في ولادهم، أنهم دايما تلقاهم هذو النساء يخرجوا للعيب ديريكت الكبير والصغير على جال ولادهم. شوفوا واحد ما يشتي في ولاده، اللي عنده الولاد أو يفهمني، اللي ما عندوش ربي يرزقه إن شاء الله، ربي يرزقه إن شاء الله. وواحد ما يعطيش رايه وهو مازال ما عندوش الولاد. شوفوا، راهم الولاد هم بطبعهم سيرتو هذا الجيل هذا بطبعه عنفي عنوفي، بعد عنده العنف. علاه العنف؟ العنف راهو من السوشيال ميديا، من الرسوم المتحركة، من الأفلام، كل حاجة عاد فيها عنف. حنايا قبل الجيل نتاعنا اللي قبل ما كانش عندنا كيما هكا، يعني قنوات ولا العنف هذا اللي رانا نشوفه فيه. كانت عندنا حتى رسوم متحركة، كانت عندنا سنان، كانت عندنا صنديبال، كانت عندنا غرانديزل، كانوا عندنا فلونا، سالي. يعني هذا الجيل تاع السبعينات، مانيش عارفه الثمانينات، حتى في الثمانينات وما كانش هذا العنف اللي رانا نشوفه فيه في الجيل تاع الألفين. حتى في ولادك اللي راهم في الدار تلقاي واحد هادي، تلقاي واحد عصبي، تلقاي واحد عنايدي، تلقاي واحد عنفي، وتلقاي واحد كيما نقولوا متسامح، خاطيه، كيما نقولوا خاطيه، يسمح في حقه خاطيه. عندنا 3 أنواع. دوك كيجي ولدك عنوفي، نتيا بعد في دارك تلقيه راكي تعاني معاه، مع خواتاتو ولا مع خوتو، تلقيه راكي تعاني معاه، اصلا حابه تنحيلو هذه العنف اللي فيه. والذكر وخاصه الذكر هو عنده هذه الخاصيه تاع العنف. في البنات قليل برك وين تلقاي. انا نهضر على الجاره ولا على السلفة ولا على الطفلات ولا الوسط اللي عندهم ولاد ويتعاركوا في الدار. تقول لك انايا كاينه واحده من هذوك تلقيها ما تشتيش في ولادها. ايا شكون اللي يشتي في ولاده؟ دوك انايا كي تجي تضربي لي بنتي على جال انها ضربت بنتك، وش معناها؟ انتم في رايكم وش معناها؟ يعني تجاوزتي حدودك، تجاوزت حدود، ما تضربيش بنتي على جال انها ضربت بنتك. ولا واحد كبير يجي ويضرب ولد الجيران لخاطر ضرب له ولده. هيا الكبار وش دخلهم في الصغار؟ علاه ما نتصرفوش بحكمة؟ علاه الولاد حتى ولا يتعاركوا، حتى ولا صرات بيناتهم، ما عندهمش الحقد، مش كيما حنايا الكبار يتضاربوا يتسابوا يضرب بالصح، من على يومين 3 تشوفيهم كيفاش راهم ماشيين مع بعضهم ويضحكوا وكأن شيئا لم يكن. والعيب علاه تخرجوا فيه؟ اللي تعادي خوتها على جال ولادها، واللي تعادي جارتها على جال ولادها، واللي تعادي على جال ولادها. يا سيدي كل واحد عنده ولده. انا نعرف ولدي براه عنوفي وراه يضرب، نبعد ولدي لخاطر تضيفوا في ولدي. بصح مش تشوفي العيب في ولاد الناس وتنسي العيب اللي في ولدك. انا عارفه ولدي، خلاص نجبدو، نتجنب المشاكل. مثلا هكا نشوف في براوي اذي في ناس واحد اخرين نتجنب. بصح كاين ناس تلقاي نساء راهم يعايبوا الكبير يعايبوا الكبير على جال ولادهم، يعايبوا، يعني شي والله يعيبوا عار على الامهات ولا كما نقولوا الاولياء اللي يروحوا طول يضربوا الطفل. معليش، عيطي عليه او يخاف الطفل او يخاف، بصح مش تروحي تاذيه جسديا. ممكن حتى آه، بيو امه مش يضربوا فيها، يعاملوا فيه معامله تاع انه باش ما يزيدش يعاند. خاطر كاين ولاد مثلا تقولي
وحده تقول لي مثلا انا راني نضرب في ولادي، انت علاه ما كيش تضربي في ولادك؟ انت تضربي في ولادك لعل انت الضرب جايب نتيجه مع ولادك، بصح انايا كل ما نزيد نضرب ولادي كل ما يزيد راسهم يقسى وكل ما يزيدوا يعاندوا. لقيت الضرب ماهوش حل لولادي. الحل تاعهم اني يا اما نتجاهلهم حتى الاخر علاه لخاطر كل وحده كيفاش تربي ولادها. كاين وحده تربي ولادها على انها تكون متسلطه ومتحكمه فيهم، وكاين عاطيت لهم تربي ولادهم بالحب والحنان. كي تمنع عليهم ما تتعاطفش معاهم، هذه بالنسبه لهم عقوبه. راهي كل وحده وكيفاش اسلوبها في التربيه. ما تلزمينيش اني نكون كيما انتي لخاطر انتي شايفه روحك الصح وانا الغلطه. والله هذه مشكله، يعني لازم الاولياء يعني سيرتو الامهات يوعاو. راهم ولاد في بعضهم تلقاهم خوت وراهم يتشاجروا وراهم يتعاركوا، يعني توصل معاهم الاخر. بس خليهم كما نقولوا اسيدي ارواحي. انا نعرف حتى المعلمات والمعلمين كيشوفوا واحد من التلاميذ، يعني بداو يشوش ولا راهو سلوكاته غير سويه في القسم، ولا اول حاجه تقول له عيط للوليد تاعك. على واش؟ باش تشكيلو من ولده ولا من بنتها، ومن بعد هذيك الساعه باش تتصرف المعلمه ولا المعلم. كاين بعض النساء يجوا طول يهاجموا في ولادنا، طول يضربوا بنتك ولا ولدك قدام عينيك، ويقول لك ماهوش او يزيد يقول لك ماهوش متربي، يعني راه يتسب في تضرب وتسب، يعني تاذي بالالفاظ وباليد. لا، وبدأ نروح هما الصح، انت اللي غلطه وانت اللي في النقص والغلط فيك انتيا ماهيش فينا حنايا. هذه الفئه من الناس نقول ربي يهديهم اول حاجه. وثاني حاجه نقصوا من اللي عنده هذا الديفو. اني على بالي الهضره هذه ما تعجبهاش، بصح شوفوا، آه خلوا الولاد يا اما تعلمي ولدك يدافع على روحه، يا اما تجبدي بنتك ولا ولدك من المحيط عارفه براو فيه الديفو، ولا كي عارفه براو هو راهو مجمع ولا راهو مع ناس مآذيين، ولا تعرفي انت كيفاش تجبدي. ما يجي تروحي تهاجمي العباد وتحاولي انك تربي ولاد الناس. لا لا، كاين ياسر حلول غير هذا الشيء، غير هذه التصرفات. اجبدي ولدك سكري الباب اسيدي، حارشي والديه اسيدي. ما كانش كاين، يعني كاين طرق يعني لبقة وراقية، وتعرفي كيفاش تجيبي حق ولدك بطريقة. اي دوكا اي وحده مثلا كي تجي وحده وتضرب لها ولدها قدامها، ولا واحد يجي يضرب ولد فلان قدامه، الاخرى واش تقعد تدير؟ تقعد ساكته؟ يعني وحده فيكم ما تحز في نفسها انه ولدها يتضرب؟ كاين اللي يقولوا يستاهل وتستاهل، خليه يتربى. قبل كانوا يترباو. انا منش نهضر على العمام، منش نهضر على الاخوال، منش نهضر على الخالات والعمات. هذوك راهم باينين، هذوك راهم يساهموا في التربيه. نهضروا على الناس الغرب، الناس اللي بعاد. نهضروا على الناس اللي بعاد. ما تجيش تضربي لي بنتي وقدامي وعيني تشوف. انا بنتي اللي راهي تشوف فيا ولا ولدي اللي راهو يشوف فيا انا الحارس نتاعهم، انا هو الامان، انا هو ندافع عليهم. انا نهضر على الصغار تاع الكبار، كل واحد مسؤول على نفسه. على الصغار اللي يكونوا في 7 ولا 9 ولا 10 ولا وش رايكم في هذا الموضوع؟ اللي راهي شايفتني راني غلطه قولوا لي. انا يا ولدي لازم ندافع عليه حتى انايا، بصح ندافع عليه ماهيش ما كي نشوفك انا كي تضربي في ولدي انا كيفاش واش راح نتصرف معاك؟ نروح نجيب ولدك ثاني نضربه ونعودوا في عركة ونعودوا في فوضى؟ انتي تضربي ولدي لخاطر ضرب ولدك، وانا وش ندير؟
نضربك أنتِ، لخاطر ضربتِ طفل صغير، أصلًا علاه تهزي، علاه أنا حابة نفهم. راهي ماهيش ما نعتبرهاش شخصية سوية اللي تآذي طفل صغير، سيرتو إلا عاد واحد كبير، ما تآذيهش. خوفيه، قولوا بالك عندك آه، بصح تجي تضربيه ضرب قدام الولي تاعو وتحوسي الولي تاعو إنه يسكت. كاينة وحدة اللي تسكت، كاينة وحدة اللي ما تسكتش، كاينة وحدة تشتي في ولادها، كاينة وحدة ما تشتيش، حتى ولا راني نشتي في ولادي. شوية. قال لك واحد المثل اللي لا نقول لك أنا يا سيدي أنت اعرف مقامي. هاي ساعات الأمهات كي يروحوا لديار والديهم ولا لديار الآخرين وتشوفهم يوم راهم يضربوا في ولادهم ولا تحس كي شغل راهم ما مش قابلين ولادي، إيه بقى ما مش قابلين ولادي حتى أنا ما همش قابليني وتهز روحها ممكن تعادي حتى ماليها على جال ولادها ولا لا. لا ماهيش كيما هاك، ما تكبروش الأمور، كل حاجة عطوا لها حجمها، كل حاجة عطوا لها مسمياتها. الجيل هذا راهو كاين اللي يجي بالضرب، كاين اللي ما يجيش بالضرب، وكل وحدة أسلوبها، كل وحدة تربيتها. وما تلزمني حتى وحدة مثلًا أنا نعرف ولادي، نعرف شخصيتهم، نعرف طبايعهم، أنا نعرف أسلوبي معاهم كيفاش نتعامل معاهم، ما تتدخليش فيا، تتدخليش فيا ولا أنا نتدخل فيك، ولا نقول لك كيفاش تعاملي هاكا، علاه كي تعاملي ولدك هاكا، علاه كي ديري لا، لا أنتِ أدرى، أنتِ أدرى. علاه؟ لخاطر كاينة وحدة الحنينة على ولادها، كاينة وحدة مش حنينة، كاينة وحدة باش ترضي العباد اللي حواليها تعطي سقلة لولادها، وكاينة وحدة لا، ما عندهاش هذه العقلية، ما تاذيش ولادها باش ترضي العباد، عارفة صلاحها وعارفة كيفاش تندار. ولا ما كانش هزي روحك وبدلي بدلي عاتبتك ولا بدلي بلاصتك ولا هزي ولادك وروحي، بصح ما تهاجميش ولاد الناس. ولا واش رايكم؟ أنا هذا هو رأيي، وإلا عندكم رأي مخالف. وهذه المشكلة راهي كاينة في المجتمع الجزائري بكثرة. ونشوف آراءكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.